السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا، وأهلا بحبايبي سنة رابعة. احنا النهاردة في الفيديو بتاعنا هنحل تدريبات تكملة الدرس الأول. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده احنا شارحين الدرس على جزئين. احنا نزلنا الجزء الأول بتدريباته، والجزء التاني برضو نزلناه، واحنا النهاردة هنحل تدريبات الجزء التاني. طبعا اللي لسه ما شافش تكملة الدرس الأول هسيب لكم برضو اللينك في التعليقات او في صندوق الوصف، علشان اللي لسه ما تابعش يتابع معانا شرح الدرس. وهسيب لكم طبعا اللينك الدرس كله. الدرس طبعا قلنا متقسم على جزئين. طب بالنسبة لتدريبات الجزء الثاني من الدرس الأول، أدوات تحديد المواقع. طبعا هو بادئ أول سؤال عندك بسؤال أكمل العبارات التالية، اللي هي أول حاجة: تلتقط الصور الجوية التي تساعدنا في رسم الخرائط بدقة بواسطة الطائرات. طبعا زي ما خدنا قبل كده ان الصور الجوية بيتم التقاطها بواسطة الطائرات، اما الصور الفضائية باستخدام الأقمار الصناعية. طب يقوم الفلاح بتحديد ملكية الأراضي الزراعية من خلال استخدام الخريطة، واحنا قلنا دي في أهمية الخريطة، اللي لها أهمية كبيرة جدا لكل من الفلاح وقبطان السفينة والجيش والطالب كل ده. طب بعد كده بيقولك: لكي تقوم بتصغير البحر الأحمر ورسمه داخل ورقة، فيجب استخدام طبعا مقياس الرسم، لأن مقياس الرسم بيفيدنا طبعا في تصغير المساحات الكبيرة علشان أقدر أرسمها على الخريطة. ودي طبعا ده يعني سؤال كده من الجزء الأول من الدرس الأول، علشان يعني نربط الجزئين ببعض. ده بالنسبة للسؤال الأول. طب السؤال التاني زي ما قلت لكم كل مرة كده بنجيب أسئلة متنوعة علشان الطالب يقدر يعني يشوف تنوع الأسئلة. في أسئلة كتير جدا زي صح أو خطأ، أكمل، اختر الإجابة الصحيحة. عندك كمان سؤال الخريطة، في أسئلة كمان وضح أوجه التشابه والاختلاف بما تفسر من النتائج. كل ده أسئلة مع التدريبات اللي احنا بنحلها كل مرة الطالب هيقدر يتعرف على يعني نوعية الأسئلة واختلافها عامل ازاي. طب السؤال التاني بيقولك: ضع علامة صح أو خطأ. وزي ما قلنا قبل كده بالنسبة للعلامة هنا بنقول ضع العلامة. ساعات بيجيلك السؤال اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ، وطبعا زي ما قلنا قبل كده برضو ونركز على النقطة دي إن احنا بنكتب الكلمة نفسها، كلمة صواب أو كلمة خطأ، وأنا قلتها أكتر من مرة علشان الكل يركز في النقطة دي. طب رقم واحد بيقولك: تستخدم الأقمار الصناعية لالتقاط الصور الجوية لسطح الأرض. طبعا غلط، لأن الأقمار الصناعية دي بتساعدنا في التقاط الصور الفضائية وليست الصور الجوية. طبعا وأنا بحل التدريبات معاكم كأننا بنعيد الشرح مع بعض تاني عشان نفكركم برضو بالدرس، يعني قبل كده احنا شرحنا ازاي. طب الصورتان الجوية والفضائية متماثلتان، يعني الاتنين شبه بعض. طبعا غلط، لأن في اختلاف كبير ما بين الصور الجوية والصور الفضائية، على الرغم ان في تشابه بس في اختلاف، فهنا طبعا هنقول العبارة خطأ. طب بعد كده بيقولك: تستخدم شركات الشحن الصور الجوية لتحديد اتجاه خط سير الشاحنة. طبعا العبارة خاطئة، لأن شركات الشحن هنا بتستخدم الصور الفضائية وليست الصور الجوية. دي بالنسبة لشركات الشحن، لأن الصور الفضائية بتساعدنا على التقاط أكثر يعني من موقع أو أكتر من مكان أكتر من الصور الجوية. طب السؤال اللي بعده السؤال الثالث، والسؤال ده زي ما قلنا مختلف، مش بيجي يقولك ما المقصود مثلا بالصور الجوية أو الصور الفضائية زي ما احنا متعودين، أو ما المقصود بالخريطة. لا، هنا بيجيب لك بيشرح لك التعريف نفسه، وهو عايز التعريف ده اسمه ايه. زي مثلا بيقول لك السؤال الثالث: اكتب ما تشير إليه كل عبارة. هي صورة يتم التقاطها من مكان مرتفع باستخدام الطائرات. ايه هي؟ كأنها فزورة بالظبط. ايه اللي بيتم التقاطها من مكان مرتفع باستخدام الطائرات؟ طبعا الصور الجوية. لو قلت لك مثلا تعريف الصور الجوية هنا هتقول لي هي صور يتم التقاطها من مكان مرتفع باستخدام الطائرات. فعشان كده لازم نعود أولادنا الاتنين، مرة تجيبها له كده أو كده.
طب رقم 2 رسم لجزء من سطح الأرض باستخدام الرموز والألوان ومقياس رسم محدد، ودي تعريف الخريطة وأنا أخدته قبل كده. يبقى تعريف الخريطة هي رسم لجزء من سطح الأرض باستخدام الرموز والألوان ومقياس رسم محدد. رقم 3 صور يتم التقاطها باستخدام أو بواسطة الأقمار الصناعية، طبعا الصور الفضائية. برضو لو قالك ما المقصود بالصور الفضائية هنا هنقول إيه؟ هي صور يتم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية. فعشان كده لازم التعريفات يكون الطالب عارفها كده أو كده، لما يجي يذاكرها لازم تقول له التعريف ده إيه ما المقصود بيه، أو تجيب له العبارة نفسها وتقول له إيه هو التعريف ده. كده الطالب مش هينسى خالص التعريفات. دي بالنسبة للسؤال الثالث، وطبعا زي ما قلت لكم دي تعتبر أسئلة موضوعية، ودي بتيجي في الامتحان بالطريقة ديت مع سؤال الخريطة الأول، وفي النهاية بتيجي بقى أسئلة مقالية زي بما تفسر ما النتائج، كمان وضح أوجه الشبه والاختلاف، دلل على صحة العبارة، كل ده. زي مثلا السؤال الرابع بيقول لك ما أهمية الخريطة لكل من. طبعا احنا خدنا أهمية الخريطة لكل من السائح والفلاح والجيش والطيار وقبطان السفينة والطالب. طبعا السائح بتفيده في الوصول إلى الأماكن السياحية والأثرية، الفلاح بتفيده في تحديد ملكية الأراضي الزراعية، الجيش بتفيده في تحديد المواقع الحربية، الخريطة بتفيده في كده، الطيار وقبطان السفينة بتفيده في تحديد المواقع وخط السير، الطالب طبعا الخريطة بتفيده في المذاكرة. دي بالنسبة للسؤال الرابع. السؤال الخامس وسؤال مهم جدا، واحنا عرفنا طبعا السؤال ده اللي هو وضح أوجه التشابه والاختلاف زي ما أخدته قبل كده في خطوط الطول ودوائر العرض. هنا أوجه التشابه والاختلاف بين الصور الجوية والصور الفضائية. طبعا الصور الجوية والصور الفضائية الاتنين شبه بعض في ايه؟ ان الاتنين بيحددوا ليا مواقع الأماكن. أما أوجه الاختلاف الاتنين مختلفين في إيه؟ إن الصور الجوية دي بيتم التقاطها باستخدام الطائرات، أما الصور الفضائية بيتم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية. طب بالنسبة كمان للصور الجوية بتساعدنا في رسم خرائط أكثر تفصيلا ودقة، أما الصور الفضائية دي بتستطيع التقاط عدد أكبر من المواقع أكثر من الصور الجوية. دي المقارنة أو وضح أوجه التشابه والاختلاف بين الصور الجوية والصور الفضائية، بدل ما يقول لك قارن ما بين الصور الجوية والصور الفضائية، لا دي بنوضح التشابه، بيتشابهوا مع بعض في إيه وبيختلفوا مع بعض في إيه. دي بالنسبة لأسئلة الجزء الثاني من الدرس الأول. أتمنى تكونوا استفدتوا منها، وبالتوفيق وشكرا على متابعتكم لينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.